زين ما كتسمع صوتي كتبدا توضض، لا بينا ناس كتسمع صوتي كتبدا توضض. قوت شويه انا كندخل المدينه كنطراسيها. السلام عليكم. السلام عليكم ميزامي. السلام عليكم. وكي دايرين؟ والله لا بخير. شنو سوقلك انت؟ كلشي مزيان. بالحميدين الشاكين. ديما توفا بيان. ايوا كيفاش واش كاين؟ الجزائر تعترف بالدول ولا تعترف بالحكومات. الجزائر باش تعترف بالجولاني هي انتوما راك تحلم حبيبي. غوغا انا اسرائيل اللي كانت تركع لها العالم قاعد يرتكع لها وما اعترفناش بها. جايين يسعلوك وصل للسلطه نعترف بها انا. كي تشوف السفير تاعنا راح مد لاك دوموند داكريديتاسيون للجولاني تما حاسبني. الرئيس السوري يستقبل وفدا رفيع المستوى من الجمهورية الجزائرية. إذن فلنحاسب شوشع التحليل السياسي في الجزائر. شوشع التحليل السياسي الجزائري. بصح حبيبي باش نعترف بك ونعطيك لاكريديتاسيون تاعي هي الجزائر تاع العربي بالمهيدي. انت واقيلا راك تحلم. فالجزائر تعترف بالدول. أكبر دولة في النفاق هي الجزائر. غير البارح كانوا كيقولوا عليه بأنه إرهابي وبأنه أحمد عطاف في 3 ديسمبر يصف هذا وزير الخارجية اللي استقبلوا، ويصف أحمد الشرع يصفهم بتنظيمات الإرهابية. جاء في آخر المطاف وقال عطاف سأزور سوريا، وجاء لزيارة أحمد الشرع، ويروح ليه سي أحمد عطاف يقول له شقيقي وحبيبي وأخي. هذه فرصة لتسليم فخامة الرئيس رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد. يا ربي قبل شهرين كنت تقول عليه إرهابي. ماشي انا والله ما انا ما عقلت. أنا هذا الأمر اللي ما قدرتش نستوعبه. ما بقيت فاهم والو في هذا الشعب المنافق. جزائريون بالأمس يقولون بالحرف الواحد عاشت سوريا الأسد، وأن بشار الأسد يقاتل الإرهابيين في سوريا. وقال لك هذا نفس الشخص قال لك أنا مع بشار، واليوم هذا ما عادش بوكم القلب، ما عادش بوكم الوجه. الحمد لله في المغرب عندنا وجه واحد، ما عندناش وجوه. المغاربه ملي كانوا شعبان كانوا مع القضيه السوريه من البدايه، والحمد لله بقينا معهم. محتاجه بالله النصر والتوفيق. وانا كسوري بقول شكرا للمغرب، وعاش المغرب وعاش الملك وعاشت سوريا حره ابيه. زياره وزير الخارجيه الجزائري الى سوريا مؤخرا تعلوه الذله والمسكنه والصغار. راح لسوريا البارح، شكون يستقبلوا؟ نائب محافظه دمشق. أقوى هيانة للجزائر، وصل وزير الخارجية الجزائري ولم يستقبلها أحد. من بعد المهزلة تاع أنغولا اللي استقبلته عاملة المطار. اليوم ما يستقبلوا مير. الزيارة جاءت لماذا؟ أنا غادي نقول لكم هذا السبب هذه الزيارة هو المغرب. كيفاش المغرب؟ هذه الزيارة كلها لأنه مكالمة الشرع السوري رئيس سوريا مع الملك محمد السادس. هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس السوري أحمد الشرع إثر توليه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا. نهار محمد السادس ملكنا الحبيب هنأ أحمد الشرع على الرئاسة ديال سوريا، ومخابرات عبد الحميد فيهم البيضاء. لأن جبهة الإنقاذ السورية طالبت الشرع باعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية في الصحراء المغربية. وطبعا هرولوا إلى هناك لكي يوقفوا سوريا الجديدة ممثلة في هؤلاء بأن لا تعترف بالصراع الجزائري المغربي فيما يسمى بقضية الصحراء. ودائما هذه التحركات الجزائرية ملي كتحرك وكتشعل فيهم العافية عرفوا دائما بسبب المغرب، لأنه العسكر الجزائري يبني كل علاقاته وكل تحالفاته على هذا النقطة، لا أكثر ولا أقل. هم هرولوا من أجل هذه النقطة. أحمد الشرع مسح الأرض بالنظام الجزائري. خلال المقابلة اللي صارت اليوم يا جماعة بين رئيس سوريا الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية الجزائري، الرئيس أحمد الشرع رفض تماما طلب وزير الخارجية الجزائري. الشرع يرفض طلب الجزائري بتسليم مقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد وسيحاكمهم، فكم يبلغ عددهم؟ يا جماعة كتير أكثر من 500 جندي كانوا عم بيقاتلوا جنب الجنب مع ميليشيات الأسد. الرئيس أحمد الشرع رفض تماما طلب وزير الخارجية الجزائري. قال لا تلعب معي، راح يتحاسبون وراح يتحاكمون وراح يتعلقون. عظيم بيمين أبدا اللي هيكلم كلمة لا يتعلم مكانه. ولا نخس ولا كلمة، هؤلاء لن يفرجوا، بنعلقهم. اعربي يا ألفت. واش غادي نقول لكم؟ رجع عطافي يد قدام ويد اللور. النتيجة هو أن وزير خارجية الجزائر زار وقابل زعيم تنظيم إرهابي. ونحن الشعب السوري الذي انتفض بوجه بشار الأسد والإيراني والروسي
نقول إذا كنتم أيها الجزائريون تطبعون وتصالحون من جعل من جماجم أجدادكم وأعمامكم وأخوالكم فرجة في متاحف فرنسا فهذا شأنكم. إذا أنتم صالحتوا الفرنسي طبعتوا معه اللي قتل منكم مليون، احنا أهل عزة وكرامة ما من صالح. والله العظيم نسفك نووي انشقاري. قصف جبهة.